هنحط لكم تحت في الديسكربشن بوكس عشان تشوفوا اللبس قبل اللبس، وده الفيديو اللي هنوريكم بقى اللبس واحنا لابسينه. فلو عايزين تشوفوا اللبس بقى بتفاصيله بالاسعار بكل حاجه هنسيب لكم الفيديو تحت في صندوق الوصف. والنهارده بقى هنلبس لكم اللبس ونطقمه لكم ونوريكم هنلبسه على ايه. فيلا بينا يلا. اول اوتفيت لبست البلوزه السوداء اللي فيها نقط بيضه، وعلشان فيها نقط بيضه لبست عليها بنطلون ابيض وكوتشي ابيض وكمان الشنطه السوداء، ورقبتي كانت فاضيه قوي فلبست سلسله عليها كريز، هي مش باينه بس كان شكلها حلو قوي. الاوتفيت بقى بتاعي عكس بتاع ايه، مش عكس ان هو حاجه وحشه، لا احنا قاصدين ان هو يبقى عكس بعض. فالبلوزه بتاعتي بيضه النقط اللي فيها سوداء، ولبست عليها بنطلون وايد ليج اسود، والشنطه بيضه والكوتشي ابيض، ولبست برضو حاجه في رقبتي. الاوتفيت ده بقى بحسه كده برضو صيفي والوانه حلوه قوي. لبست الدريس عادي وعليه الشميز اللي هو صغير اللي جاي معاه، وكوتشي ابيض وشنطه بيضه. ما حبيتش ان انا ادخل حاجات كتير لانه هو اصلا بيتكلم عن نفسه. الاوتفيت ده بقى يعني الجرأة كلها. لبست التوب الزبرة ده وعليه البنطلون الفوشيا. البنطلون فوشيا زي ما وريتهولكم في فيديو مشتريات العيد فيه كباسين كده، واللي هي بتدخلي ايدك من الفتحه اللي في التوب، حلو قوي. ولبست معاه شنطه بيضه وشوز ابيض. الطريقه التانية بقى لبست بيها برضو البنطلون فوشيا اهدى بكتير. لبست توب اسود وعليه جاكيت جينز اسود والشنطه سودا، ومعاهم شوز ابيض. برضو ممكن تخلوا شوز باللون اللي انتوا حابينه، انا حبيت بس افتح الطقم شويه. وبرضو لبست حاجه في رقبتي وفي ايدي علشان ما تكونش الدنيا فاضيه كده. تالت طريقه برضو طريقه صيفي قوي. لبست توب ابيض وعليه شميز ابيض، ولبست الحلق الكيوت قوي ده. ولبست الشنطه الفوشيا وشوز برضو ابيض. الطقم كله كده ابيض في فوشيا، يعني ما حبيتش اكسر الالوان باي حاجه. وهنا بقى لقيت ايه كانت عماله تضحكني اصلا، فجاه لقيتها دخلت، يعني مش عارفه مين اللي اذن لها تدخل، بس المهم يعني اهو ده كده شكل الاوتفيتات مع بعض. والله امارات. الاوتفيت ده بقى لذيذ جدا جدا بالنسبه لان هو سريع قوي، وبتحسي كده ان انتي يعني لابسه حاجات خفيفه على بعض. انا لبست تيشيرت ابيض وعليه الشميز الفوشيا والبنطلون المنفت وشنطه بيضه وكوتشي ابيض. الطقم ما بياخدش بجد 10 دقايق في التفكير واللبس، عملي جدا وشكله كمان حلو قوي. انا لبسته مره وهو مفتوح، وكمان قلت لكم انكم تقدروا تربطوه بيبقى برده شكله حلو، وشمرته عشان يبقى فيه شكل كده. ونفس الشميز لبسته بطريقه تانية مختلفه جريئه اكتر. لبسته على البنطلون وايد ليج وتحتيه توب لونه اورنج. حسيت ان الالوان بجد شكلها حلو قوي مع بعض. والكوتشي الابيض برده والشنطه البيضاء ثابتين معانا. حسيته انه جريء وصيفي بس شكله تحفه. الاوتفيت ده بقى البلوزه دي بجد عجباني قوي، لونها كده كشمير فاتح شويه. لبست معاها الحلق ده والبنطلون الوايد ليج الفاتح ماشي، ولبست عليها شنطه بيضاء وكوتشي ابيض لان حسيت ان الطقم فواتح كده، فحبيت ان انا افتحه برده. البلوزه دي لذيذه جدا، حسيت ان هي اجواءها رمضانيه، ممكن تنزلوا تتسحروا بيها، ممكن تنزلوا تصلوا العيد بيها وتلبسوها مع جيبه. انا المره دي لبستها تحتها توب اسود وبنطلون وايد ليج، وعايزاكم تركزوا في التفاصيل بتاعتها بجد شكلها لذيذ. والكوتشي ابيض والشنطه سودا علشان ما نكترش وما نخليهاش اوفر قوي. اخر حاجه بقى العبايات دي كده. العبايه بتاعتي لونها ابيض وفيها اصفر وزهري ورمادي فاتح ورمادي غامق. اخترت لون الطرحه ان هو يكون رمادي فاتح، ولبست عليها الكوتشي دي بقى لصلاه العيد يعني. وبالنسبه لعبايتي نفس التفاصيل بتاعت هبه بالظبط، انا اخترت الطرحه تكون زهري والكوتشي الابيض. وبس كده ده كان فيديو النهارده، نتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وبس. باي.